بسم الله الرحمن الرحيم. قال ابن الجوزي: كان الحكماء يقولون: ابنك ريحانتك 7 سنين وخادمك 7 سنين، فإن صار ابن 14 سنة فإن أحسنت إليه فهو شريكك، وإن أسأت إليه فهو عدوك. ولا ينبغي أن يضرب بعد البلوغ ولا أن يساء إليه، لأنه حينئذ يتمنى فقد الوالد ليستبد برأيه. في الجيل الحالي اللي احنا فيه من قبل سن 14 سنة بيبدأ عمر المراهقة تقريبا من 10 سنوات فما فوق. بتبدأ الشخصية تظهر والرغبة في الاستقلالية بتكون واضحة قوي. يعني نقدر نقول من 10 ل 14 سنة بيعتبر سن صعب ومرهق، لأنه بتبدأ مرحلة بالنسبة لهم حساسة جدا وحرجة جدا. في المرحلة دي بيتبنى بيها شكل علاقتك بطفلك لسنوات قدام كتير، وبتتكون فيها شخصيته حسب تعاملك معاه. بيكون ليهم شخصيتهم وكيانهم المستقل. كان جنين أقرب ما يكون إليكي، كان بين أحشائك، وبعدها رضيع في حضنك، وبعدها طفل بيمشي حواليكي، ثم طالب بيتركك لمدرسته وبيرجع لحضنك من جديد، والآن بقى مراهق بيستقل نفسيا وجسديا، بينشغل بأصدقائه ومدرسته وهواياته، وبعدها جامعي غرقان في دراسته، وبعدها بيخرج من بيته وبينتقل إلى بيت جديد هو بيته المستقل بنفسه. ودي سنة الحياة. اللي علينا نعمله لازم نتقبل كل مرحلة، ما نطلبهمش انهم يكونوا تحت جناحنا دايما وطول الوقت. لازم نديهم الثقة في نفسهم، لازم نديهم شوية حرية، ونديهم شوية ثقة، وكمان نثق في تفكيرهم ونبتدي نتقبل آرائهم. إذا شفتي علامات المراهقة والبلوغ على طفلك، ابدأي اديله شوية مساحة، يكون مسؤول عن أوقات نومه، يتحمل مسؤولية السهر بتاعه، الخروجات مع الأصدقاء. يعني سيبيه يهمل في واجباته ويتعاقب ويشوف العواقب بنفسه. يعني سيبيه ياكل أكل سيء من بره خارج عن إرادتك وبطنه توجعه ويشوف العواقب بتاعت الأكل السيء ده، وهكذا. يعني من الآخر ادي رأيك بس، واتركيه يختار بدون إجبار ويشوف العواقب، ويرجع يثق فيكي مرة أخرى ويثق في رأيك من جديد. طيب أسيبه واديله الحرية دي في الأمور اللي ما فيهاش ضرر كبير عليه، زي السوشيال ميديا، أصدقاء السوء، المغامرات الخطيرة. خففي شوية من النصائح والانتقادات وشوفي تأثير ده عليه قد ايه. أكتر حاجة بيكرهها المراهقين هي النصائح. النصائح إذا كثرت بتفقد قيمتها وبتتحول إلى نقد مزعج بيسمع من أذن وتطلع من الأذن الأخرى. فدايما كوني صديقة لهم، ودايما حسني علاقتك بيهم، ودايما تقللي من النصائح. أساس العلاقة الجيدة مع المراهقين إن احنا نشاركهم بعض من اهتماماتهم بدون ما نسخف أو نقلل من اهتماماتهم دي. شاركيهم اهتماماتهم، شوفي ايه البرامج اللي بيحبوها، ايه الهوايات، ايه الألعاب اللي بيحبوها، الخروجات اللي بيحبوها. دايما امدحيهم، اشكري أفعالهم الحسنة، عززي دايما ثقتهم بنفسهم، لأن الأهل هم أول وأهم علاقة للإنسان في الحياة، فلازم تديله الثقة من عندك. المدح لازم يكون مدح حميد. المدح اللي في محله بيكون غير مبالغ فيه، بيصنع علاقة قوية ومتينة بينك وبين أبنائك، بيقربهم منك وبيحسسهم بالأمان في وجودك. اعطيهم دايما الثقة في نفسهم. دايما استمتعوا مع بعض، يعني هي مرحلة جميلة، فاستمتعي بهذه المرحلة. مهم قوي تذكريهم من مخافتهم من الله في الأول وفي الآخر. يعني في أول حاجة أنهم يخافوا من ربنا، يعني دايما تقولي لهم: لا تجعل الله أهون الناظرين إليك. يعني أنا مش موجودة، مش شايفاك أنت بتعمل إيه أو بتعملي إيه، لكن ربنا شايفك ومطلع عليك، فلازم نخاف من ربنا. حاولي ان انتي تستمتعي مع اولادك بدون خوف وتمسك بمعتقد ان المراهق ده عنيد وسخيف ومتعب. لا، حاولي تعدي المرحلة دي بنوع من الاستمتاع معاهم. عاملوهم باحترام على انهم اذكياء، حاوروهم. المراهق بيحس انه فاهم كل حاجة حواليه، حاولي تديله قدره وكيانه. حاولي ان انتي تسمعيله، احتويه واحترميه،
وثقي بيه، تقبلي تعلقه بأصدقائه في المرحلة دي. في مرحلة المراهقة دي بيميلوا للانعزال شوية مع أصدقائهم أو بالانعزال شوية بشخصياتهم، هرموناتهم والعالم الغريب اللي حواليهم اللي بيحاولوا ان هم يكتشفوا نفسيهم. فحاولي ان انتي تقربي منهم، حاولي ان انتي تحترمي خصوصياتهم. الصحابة كانوا بيحاربوا في معارك في عمر المراهقة. ليه؟ لأن اللي حواليهم ادوهم الثقة بكده، ادوهم الثقة ان هم يعملوا كده، حسسوهم ان هم رجالة متحملين المسؤولية فعلا. كوني انتي اول واكتر من يحتوي ابنائك، ولا تدفعي بابنائك ان الغير يحتويهم. دي حاجة مهمة جدا. يعني في قاعدة بتقول ان لم تخططي لنفسك فانت من ضمن خطط الاخرين لك، وان لم تحتوي اطفالك فالغرباء والاخرين هم اللي هيحتووهم. ولك ان تتخيلي بقى النتائج من ورا ده هيكون شكلها ايه. عمر المراهقة عمر حساس جدا، ومحتاج سنس في التعامل معاهم، ومحتاج ثقافة ازاي نقرب منهم، وازاي ننزل لتفكيرهم، وازاي نحاورهم باللغة اللي هم بيفهموها. هم بيفهموا لغة معينة، خلينا احنا ننزل لمستوى تفكيرهم ونحاول نحاورهم بالطريقة اللي نقربهم ونرغبهم في الكلام معانا. يا رب النهاردة نكون قدرنا ندي نبذة بسيطة عن مرحلة المراهقة وازاي تقدري تتعاملي مع طفلك. ان شاء الله يبقى في سلسلة حلقات مختلفة عن تربية الابناء في الايام الجاية ان شاء الله. عايزة اعرف رأيكم في الكومنتات، ولو حد عنده اي سؤال خلينا نطرحه ونتناقش سوا، ونعمل فيديوهات كتير نرد بيها على كل استفساراتنا وكل اللي بيدور حوالينا. واكيد كل بيت عندنا في مراهق او اكتر بنقدر ان احنا نتعامل معاه.